لو تاخدها بعد العصر شوية. الشمس مهمة أوي، تحسن المزاج حتى لو في الحر، وبتحسسك إنك أنت عايش. بدليل إن في كل المصايف كله بيبقى رايح يشوف الشمس في عز الحر على البحر مع الهواء، وبيتعرض للشمس وجلده يتحرق والبحر والهواء تمام يعني. لا هو أنا عارفة، أنا ما اعترضتش نور، وأنتي ما بكرة تعرفي فايدة الشتاء يا نور. استني عليا استني. بالمناسبة يا جماعة، في معلومة مهمة جدا أنا حابة أقولها لكم، ضرورية تبقوا عارفينها. بلاش الإفراط في استخدام الكريمات. أي كريم مسكن، أي كريم، أي جل، الصن بلوك والحاجات اللي بنستخدموها دي أنا الحمد لله ما بستخدمهاش. اتعرض واسمر عادي، لأن الحاجات دي كذبة. بيقولك إن هو معمول بحماية، إن هو مش هيخلي الخلايا تهرم أو تتكسر. الكلام ده مش حقيقي. أنت عرض بقى، أنت بس قلل من تعرضك للشمس، لكن هو الشمس المفروض تشوف جلدك. ودليلي على الكلام اللي انا بقوله لكم انه هتلاقي الناس اهالينا والبشر اللي عايشين في الاماكن الصحراويه وفي الواحات وفي الجبال، هتلاقيهم ناشفين، هتحس ان هم قاسيين، لكن ما بيحطوش اي حاجه من الحاجات دي على وشهم. ومفيش حاجه اسمها الخدعه الكبيره اللي بيسوقوا لها، اللي هو يقول لك طبقه الاوزون والاشعه الفوق البنفسجيه والاشعه اللي مش عارفه مين اللوزعيه والاشعه تحت الحمراء، ايا كان الاشعات دي كلها. الاشعه جايه من الشمس، ربنا خلقها زي ما هي، ربنا صمم جسم الانسان ان هو بيتعامل معاها وبيستفيد منها. احنا واحنا اطفال صغيرين، اما كنت انا بروح المصيف كنا بننزل البحر، الشمس دي كانت بتحرقنا، بتدمر طبعا الطبقه الخارجيه للجلد. كنا بنقشر بجد وبنسود، وبنبقى كده ماشيين كده منقرشين ومزركشين. ولو مثلا اصحاب البشره الحساسه زي مثلا الابيض قوي او الاشقر، كان بيتعمل لنا ايه عشان تهدي مثلا دلوقتي الامهات ما بتقدرش، قلبها ما بيستحملش، لا ابني يتحمص ويتقشر ويتسلخ، ولا ده غلط عليه، يجرى له ايه، مش هيستحمل، مش هينام وهيسخن. احنا كنا بنتعامل ازاي؟ بعد ما بنرجع لو احنا تعبانين مش مستحملين قوي، كمادات خل، ميه بخل بليمون وبنشا، وكمادات بالميه بالنشا، بتعمل ايه؟ بتمتص الحراره وبتهدي الجلد. اه والله ده اللي بيحصل يعني. لكن دلوقتي ادهن ادهن. طيب عشان اكمل المعلومه وما تشتتش عنها، كتر الكريمات والحاجات، الافراط في استخدام الكريمات التجميل وكريمات المرطبات والكريمات المسكنه، زي اي كريم مسكن بيستخدم تاخده في فتره محدده. الكريمات دي الجلد بيمتصها، بتجري في الدم زيها زي ما تكون بتاخد حقن فولتارين او بتاخد اقراص مسكنات، وبتروح بعد كده على الكلى. فبعد الشر عنا وعنكم جميعا، بتبص تلاقي بعد فتره هوب حد جاله مثلا مع نظام غذائي غلط، ما بيشربش ميه كويس، الدنيا مش تمام، الله اكبر، جاله فشل كلوي. بناء على ايه؟ الافراط في استخدام المسكنات والمراهم والصن بلوك وغيره. اللهم بلغت اللهم فاشهد. خليكم ماشيين طبع الطبيعي. لا والرجاله، وبلاش اللفظ ده بدل ما اعمل فيكي هعصرك يا يوزر سيف. بالظبط يا بالظبط. بصي، او السيرم بتاعت البشره الحاجات دي اللي منها استخدمي الطبيعي اللي ربنا خلقه. في ماسكات قهوه بن، باخد شويه بن تعمليها بيضه بزبادي، نشا، زيت زيتون، زيت الخروع، زيت اللوز الحلو، الحاجات اللطيفه اللي ربنا خلقها الطبيعيه. بصي الخلاصه يا استاذه سماح، اللي تقدري تدخليه جوه بقك وفي معدتك حطيه على بشرتك وعلى شعرك. عصير الطماطم بيعمل تدقيق، بيشد المسام، حلو قوي. الخيار، الشاي، كمادات الشاي للعيون عشان الهالات، والقهوه. تمام. فكل ما ترجعي الاصل الطبيعي انت افضل، انت كسبانه. بلاش الافراط في الحاجات دي كلها. وعلى فكره كده كده هنكبر، وكده كده هنعجز، وكده كده ان شاء الله لو ربنا يكتب لنا عمر يعني. وعشان تحافظي على الحاجات دي كلها وعلشان الشكل كله، تشربي ميه كويس قوي، خفي. مش على انا عندي جبت الحاجات بعد ما جبتها ركنتها شويه كده، ممكن مره بتاع. قللي قللي. عليكم السلام. قللي، اشربي ميه وكلي خضروات فيها فيتامين طبيعي ربنا خلقه. اشربي ميه والخضروات، الخيار، شريحه ليمون، شريحه جنزبيل مع الميه، العصاير الخضراء، انك تضربي مثلا افوكاتو، افوكاتو باللبن،
ممكن تحطي مثلا كل الاخضر، تفاح اخضر مع جرجير مع سبانخ، الحاجات اللي بيعملوها دي كلها. وبعد ما تضربيها لو في مشاكل في القولون صفيها من الالياف بتاعتها لو مش هتقدري. البنجر. هقول لك على حاجه، انت عايزه ترجمه لجلدك وعينيكي وشعرك وكل حاجه، اعرفي ان انت بتدخليه من هنا، اللي بتحطيه جوه بقك، مش اللي بتدهنيه من بره. بتدهنيه من بره ده سطحي منظر، مش هو اللي بيديك الاساس. انت لما بتيجي تزرعي زرعه، الجذر الموجود في الارض بناء عليه، لو الجذر قوي هتلاقي الزرعه قويه وبتفرع وبتكبر وبتبقى قويه وحلوه وجميله ولمعه، بناء عليه على جذرها. جذرها هو اللي بيمتص الغذاء الحقيقي. ولو الجذر ما خدش غذاء حقيقي، الزرعه من فوق بتبقى خلاص دبلانه وشكلها وحش وبهته او صفرة او معرضه لاي فطريات او امراض. ورأس مالك الحقيقي هو جهازك الهضمي. مش عارفه اعمل فيك ايه يا زرسيف. رأس مالك الحقيقي جهازك الهضمي، بتديله التغذيه اللي بتزود البريبيوتيك والبروبيوتيك، زي المخللات الطبيعيه المعموله. تمام. استثمري في صحتك، استثمري في مزاجك، مزاجك يبقى جيد، لان هرمونات المزاج والهرمونات العصبيه كل ما مزاجك بيكون كويس، كل ما انت مش هيبقى عندك احتياج انك تدوري ان انا حد يبسطني او يخليني كويسه. عايزه اقول لكم ان الموضوع كله مرتبط ببعض، هو شبكه واحده، هو دايره واحده. انت لما تستثمري في نفسك هتحسي بالرضا، هتحسي بالراحه، هتبقي مبسوطه. مش هتدوري على حاجه. يوم ما تيجي تدوري او تعملي حاجه هتدوري على اللي يشاركك انشطتك والحاجات الحلوه اللي انت بتستمتعي بيها، ولو هو مش موجود انا تمام. انا بعرف ان انا انتج وبعرف اشعر بالقيم والجماليه اللي ربنا خلقها في كل مكان وفي كل وقت من خلال عطائك المتوازن. فهو كله مرتبط ببعض وكله بيأثر على بعض، حتى المشاعر.